انتهاء صفقة عبد المنعم وأشرف بن شرقي مش في الأهلي، ده خبر أكيد 100%. محمد عبد المنعم صفقته خلاص انتهت، في زي ما بيقولوا كده اللمسات الأخيرة جدا، وتقريبا اتوافقوا على كل حاجة، باقي بس الاختلاف على نسبة إعادة البيع. وصفقة بن شرقي مش في الأهلي، ومفيش صفقة للأهلي مع بن شرقي، في صفقة تقيلة جاية للنادي الأهلي، عشان كده النادي الأهلي بيشغلنا عن الصفقة دي بصفقة بن شرقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد على استاد الأهلي، وندعو لإخواتنا في غزة يا رب ينصرهم يا رب. محمد عبد المنعم صفقته انتهت بنسبة 99%، وخلاص اللاعب بينتقل رسميا لنادي نيس الفرنسي. وزي ما قلت لحضراتكم الاختلاف بس على نسبة إعادة البيع، النادي حاطط 8% ورفعها ل 15، النادي الأهلي عايز نسبة 25%، وتقريبا هيتوافقوا على النسبة دي وخلاص الموضوع على وشك انه انتهى. بالنسبة لصفقة بن شرقي، بن شرقي مش في الأهلي يا جماعة، خدوا الكلام ده وعلى عهدتي، بن شرقي مش في الأهلي، الكلام ده نهائي، بن شرقي مش في الأهلي. إنما هي زي ما تقول كده إيه، شوشرة على صفقة تانية بتحصل، فبن شرقي مش في الأهلي، ده كلام مؤكد. ده بالنسبة لصفقات النادي الأهلي أو الجدل اللي داير حوالين الصفقات الأيام دي. موضوع ويا جدعان والله العظيم حاجة يعني مقرفة، اللي اسمه أسقس ولا بسبس ده خارج علينا يقول أنا قلت لفتوح. يا أخي اسكت، قول ربنا يفك ضيقته واسكت. يعني تقطع تتكلم، أنا قلت يا زيزو خد فتوح معاك وما تلحقش الزناري ومش عارف ما تلحقش مين. إيه يا عم ده؟ يا عم الراجل في دقيقة وخلاص واقع في مصيبة، ندعي ربنا يخرجه منها ونقول ربنا يفك كربه ونسكت. انما ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه الانحطاط ده؟ وصل لحد فين ده؟ ده انت الكلام اللي انت قلته ده لو اي واحد ولا محامي يوديه في داهيه، يودي فتوح في داهيه اكتر. وتحيه يعني ربطا بالموضوع ده، تحيه لجمهور النادي الاهلي، والله العظيم تحيه كبيره. وجمهور النادي الاهلي رغم اني كنت زعلان من الجمهور في الفتره، لو في الماتش اللي هو قبل اللي فات وهو بيهاجم اللعيبه وكده، لكن في موقف فتوح جمهور الاهلي اثبت انه الانسانيه قبل كل شيء، قبل النادي اللي بشجعه حتى، وكل بيدجات الاهلي وكل التعليقات وكل الكلام ده كلهم بيدعوا للاعب ان ربنا يفك ضيقته، وكل كلام زي كده فقط لا غير. الله مفيش شماته ولا في عكس اللي يعني الزملكاويه، يعني ربنا يهديكم، ربنا يهديكم، يعني العقليه دي ربنا يهديها يا رب. يعني هنقول ايه بس؟ ناس يعني طالعه تقول اصله ده بيعمل ولا اصل المستشار فضح. يا اخي خلاص خلاص وقع في المصيبه، ندعي له خلاص، ندعي له ربنا يفك ضيقته وربنا يرحم اللي مات. بمناسبه الموقف المشرف، بمناسبه الموقف المشرف من جمهور الاهلي، عايز اقول لهم لازم يا جدعان ندعم كهربا. كهربا وقف مع النادي، وقف مع النادي الاهلي خلال سنتين، كان النادي الاهلي تايه على مهاجم وقدرنا ناخد بطولات، كان المهاجم بتاعنا كهربا. فما ينفعش الهجوم اللي حصل عليه، انا شايف ان الناس على البيدجات وفي كل مكان بتدعمه، انما اللي حصل في الاستاد ما كانش حاجه كويسه. جمهور الاهلي ده مش اخلاقنا ولا دي طريقتنا في دعم اللعيب. ممكن وعلى فكره والكلام بقى تاني الكهرباء، يا عم كهرباء كولر ما عندوش مانع تقعد، بس مش هتلعب الا لما تشد حيلك، الا لما ترجع لمستواك، لان انت عندك وسام، هتقدر تنافس وسام. الراجل ما عندوش مانع تقعد، بس مش مدي اي وعود انك تلعب الا اذا رجعت لتدريباتك تمام، هتنافس وسام تمام، تجبره انه يلعبك. فدي فرصتك وفرصه في الاهلي اي حد بيحلم بيها. يا كهربا شد حيلك الفتره اللي جايه، ويا ريت تخليك في النادي، يا ريت ما تمشيش، تفضل في النادي. اذا رحت الخليج انا ما عنديش مشكله، روح الخليج طالما يعني تحسن من وضعك ومن ظروفك شويه، انما اذا فضلت في مصر يبقى تخليك في الاهلي. ده بالنسبه لكهربا، واحنا ندعمه واحنا بندعمك يا كهربا. شد حيلك، شد حيلك وركز في الكوره يا كهربا، ركز في الكوره، فوقك من الحوارات. الحوارات في الاهلي ما بتنفعش. تحذير هام لامام عاشور، امام عاشور صفقه او بلاش خلاص صفقه، انت ما يخصكش الكلام ده. بالرمضان تقريبا
محمد علي بن رمضان صفقته على وشك الانتهاء، وعندك اكرم توفيق، وفي لاعب تاني هيجي نص الملعب. فتشد حيلك يا امام، ترجع لمستواك يا امام. الفتره الاخيره مستواك ما كانش على ما يرام. مش ده امام عاشور. امام عاشور عنده اكتر من كده 100 مره. انتبه في النادي الاهلي، اذا نزلت شويه هتلاقي واحد جه خد مكانك. النادي الاهلي مش زي اي نادي، ولا زي النادي اللي انت كنت بتلعب فيه. بتلعب حلو وحش بتلعب، لا الاهلي لا، ما ينفعش. لان الاهلي بيشارك في بطولات كتير وبيقابل فرق تقيله وبيلعب في كل المنافسات وبيلعب على كل البطولات وعلى النهائيات. فلازم تنتبه يا امام. امام انتبه، مش هقول تاني. اخر حاجه، وده يعني كل الناس اللي تشوف الفيديو يا ريت تدعو لكريم فؤاد. لاعب يعني ربنا يشفيه يا رب. ويعني اللاعب ده كلنا جمهور الاهلي ما ينساش اللاعب ده لحد ما يرجع بالف سلامه. وكل الدعم لكريم فؤاد. اللاعب ده يعني برضه شال الاهلي في وقت وادى الدور مكان علي معلول، خلانا يعني كنا مطمنين ولا حسينا ان علي معلول مش موجود. فكل الدعم لكريم فؤاد، ندعي له ربنا يشفيه ويرجعه لينا بالف سلامه. شكرا لحضرتك.